عمرك سألت نفسك ليه كل مرة العقل بيتحط في صراع مع النفس والهوى بيخسر الصراع ده؟ العقل بيقول الاكل الغير صحي مضر، بس الهوى بيقول ان طعمه لذيذ. العقل بيقول فضل صلاة الفجر عظيم، والهوى بيقول لذة النوم والدفى اجمل. ابن القيم بيقول ان الاختيار الصحيح بالعقل بيصار اعلى المحبوبين على ادناهما، وايسر المكروهين على اقواهما. طب ما انا بحب الاكل اكتر من الدايت، وبحب النوم والدفى برضه. ابن القيم بيكمل وبيقول ولا يتم هذا اللي هو الاختيار بالعقل الا بامرين: قوة الادراك وشجاعة القلب. لازم يبقى عندي العلم بمكانة المحبوبين عشان لما اختار صح. لازم يبقى عندي قوة وشجاعة القلب عشان اقدر اختار اللي انا عارف ومتأكد انه صح. الطبيب بيمنعني من اكل معين، مثلا سكريات او موالح، بس انا عشان نفسي ضعيفة بضعف وباكل من الاكل ده. في الفيديو ده من سلسلة سكتشات من كتاب الداء والدواء للامام ابن القيم رحمه الله هنتكلم عن الصراع بين العقل والهوى، وهنتكلم عن الحب والإرادة وازاي نقوي الإرادة عندنا ونتغلب على شهواتنا. لو اول مرة تشوفني، انا احمد مصطفى من قناة سكتش. النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، انا اخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني فتقتحمون فيها. النبي بيشبهنا بالجراد اللي اول ما يشوف نار يفتكرها نور ويروح يقع فيها. الجراد بيقع في النار لانه عنده ضعف ادراك ومش فاهم ان دي نار مش نور عادي. القرآن والسنة مليانين مقارنات عقلية عشان تفوقنا. افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام من يمشي سويا على صراط مستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم بيمر على جدي ميت ودنه مقطوعة، يقول: ايكم يحب ان يكون له هذا بدرهم؟ يقول: والله لو كان حيا ما أخذناه. قال: للدنيا عند الله أهون من هذا عليكم. موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. كلها مقارنات عقلية. موضع كرباج في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يعني ازاي تضحي بالجنة كلها، مش موضع صوت بس عشان شهوة دنيئة، سرقة، ربا، زنا، نساء، عادة سرية، كل دي دنيا. لو خسرت موضع صوت بس في الجنة خسرت خير من الدنيا وما فيها. ما بالك بقى وانت داخل تخسر الجنة كلها؟ ازاي تختار خمر الدنيا وتحرم نفسك من خمر الآخرة؟ ازاي تختار نساء الدنيا في الحرام وتخسر الحور العين اللي اذا اطلعت اطفأت ضوء الشمس؟ وهكذا. القرآن والسنة مليانين بالمقارنات العقلية عشان يقووا ارادتك ويفوقوك. النبي في الحديث اللي ذكرناه بيقول: فذلكم مثلي ومثلكم، انا اخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني تقتحمون فيها. يعني ادانا علم بالجنة والنار ومقارنات كتير بتقول لي العقل فوق واختار صح، وبرضه بنقع في النار بسبب العزيمة الضعيفة. فصور نفسه هو بيشدنا من هدومنا وانا اخذ بحجزكم عن النار. ابن القيم بيقول: اعقل الناس من آثر لذته وراحته الآجلة الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة. يعني لو هتختار بالعقل بعيد عن الحلال والحرام تستمتع بالطعام والشراب والشهوات قدر الدنيا المنقضية الزائلة ولا قدر الآخرة الدائمة؟ الدنيا كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة. يعني لو المقارنة مقارنة وقت بس، أي حد عاقل هيختار الآخرة، هيقول لنفسه اصبر على الوقت الصغير المنقضي ده واستمتع بالخلود اللي بعده. تخيل لو حسبتها وقت بس هتختار طاعة ربنا وإنك تبعد عن المعاصي. وبيقول ابن القيم: وأسفه الخلق من باع نعيم الأبد وطيب الحياة الدائمة التي لا تنغيص فيها ولا نقص فيها بلذة منغصة مشوبة بالآلام والمخاوف. ابن القيم ركز على نقطة تانية غير الوقت، وهي إن أي لذة في الدنيا فيها تنغيص. الجواز مثلا فيه تنغيص، سواء التعب للتحضير اللي قبله أو المشاكل اللي بعد الجواز. وحتى الأولاد، لو ما جالكش أولاد تبقى هتموت وتخلف، وحتى لو جالك هيبقوا هم نفسهم سبب التعب والشقاء في حياتك. تشتغل وتتعب من التفكير وتبقى خايف إنه يصيبهم مكروه، وأي لذة ممكن تتخيلها في الدنيا هيبقى فيها تنغيص. ودي حكمة من ربنا سبحانه وتعالى عشان دايما يبقى عندك حنين لدار السلام في الآخرة، وعشان يبقى الاختيار بالنسبة لك سهل بين لذة الدنيا اللي فيها تنغيص ولذة الآخرة. ابن القيم صنف كل أمور ابن آدم 4 أقسام. أول قسم مكروه يوصل لمكروه، زي إنك تاكل غائط مثلا، ده شيء مكروه للنفس وهو نفسه مكروه، فمن السهل إننا ناخد فيه قرار ونبعد عنه. والأمر الثاني محبوب يوصل لمحبوب، زي الجماع مثلا، ده شيء محبب للنفس هو نفسه شيء كويس عند ربنا. والأمر الثالث مكروه يوصل لمحبوب، زي الدواء المر المكروه
مكروه للنفس بيوصل لمحبوب اللي هو الشفاء. ربنا سبحانه وتعالى يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ومحبوب يوصل لمكروه، ودي الشهوات اللي تعبانه كلنا. ابن القيم بيقول ان الامر الاول اللي هو مكروه يوصل لمكروه اجتمع فيه داعي الترك من وجهين، والامر الثاني اللي هو محبوب يوصل لمحبوب اجتمع فيه داعي الفعل من وجهين، فسهل علينا جدا اننا ناخد فيهم قرار. اما الامر الثالث والرابع محبوب يوصل لمكروه زي الشهوات، ومكروه يوصل لمحبوب زي العبادات الصعبة، فدي محل الابتلاء والامتحان. النفس تؤثر الأقرب لها جوارا وهو العاجل، والعقل والإيمان يؤثران الأنفع والأبقى، والقلب بين الداعيين إلى هذا مرة وإلى هذا مرة. وإن اشتد ظلام ليل المحبة وتحكم سلطان الشهوة والإرادة فقل يا نفس اصبري، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويذهب هذا كله ويزول. وفي النهاية صلى على الحبيب. ولو عجبك الفيديو خد لك لفة في القناة، هتلاقي فيديوهات كتير إن شاء الله هتعجبك.